بس مصر ما فيهاش مواهب، امال ايه ده سعادتك؟ ده رقد الواد على توتيتو، ده ما فيش لاعب واحد في الدوري المصري يعرف يلبس الكوبري ده. انا هفرجك دلوقتي على الطفل المعجزه دي، موهبه مصريه، والمفاجاه ان اللاعب دوت او الطفل ده لا اله الا الله. ايه يا ابني ده؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ كباري للصبح. انا عايز اقول لك كباري للصبح. هتقول لي يا عم ده عيال صغيره مش عارفين يلعبوا كوره. انا اتفرج معاه للاخر هتشوفه هيعمل ايه لما يلعب قصاد شباب كبيره، هيعمل فيهم ايه. الطفل اللي قدامك دوت، تخيل ان هو مش متأيد في نادي، هو ده عبث طبعا، ولكن مش متأيد في نادي. ولما جه يتأيد في نادي طلب منه ان هو يدفع 30,000 جنيه. يعني بدل ما موهبة زي ديت نستثمر فيها واحنا اللي نصرف عليها، ويبقى ممكن يبقى ميسي العرب ده. ما انا عايزك تتفرج انت للاخر، هما دقيقتين الفيديو ده دقيقتين، اتفرج للاخر انت هتنبهر. الطفل ده بيعمل كل حاجه في الكوره. انا اتفرجت على الفيديو الاخر، وانا نادرا ما بعمل فيديو عن موهبه، لان لازم تبقى موهبه بجد. انا اتفرجت اقول ايه ده، يالا يا ابن اللعيبه يخرب بيتك. الواد بص مضغوط عليه من الاتنين، بص هيتصرف ازاي. الكوره مش هتتقطع منه، اهم حاجه ان الكوره مش هتتقطع منه. بص الثقه، بص واقف على الكوره ازاي، بص بيتحرك الكوره في رجله عامله ازاي. انا عايز اقول يا جماعه ان كشافين، يعني فين كشافين الاهلي الزمالك اي حد في الدوري المصري، حد يتبنى موهبه زي دي هتفرق معانا احنا في المستقبل. ده ممكن يجيب لك بطوله، ده ممكن يبقى محمد صلاح. محمد صلاح إيه ده؟ محمد صلاح مش حريف كده يعني انا اسف يعني، ولكن محمد صلاح مش بالحرفنه دي. بس هي دي الكوره، يعني هي دي الكوره لما واهب زي ديت بتروح اكاديميات عشان تدفع فلوس وتلعب، ولما تيجي تتأيد يتقال لها ادفع 30,000 جنيه. يعني ده ممكن والده ووالدته ما يكونوش معاهم 30,000 جنيه عشان يدفعوها، فخلاص موهبه كده راحت في ضي الريح. انا بكلمك واد اهو، ده شاب كبير، ده قده 3 مرات، لبسه كوبري وحط كوره ار2. بص هنا الثقه يا جدعان، ده عادي، ده طفل وربنا ما ميسي ولا مش نيمار مثلا. انت بتتكلم في لعيب بيلعب اكنه والله اللي في المنتخب ما بيلعبوا كده. انت يعني انا اول مره اشوف الحاجات ديت. ده عنده كام سنه؟ ده ما يتخطاش ال9 سنين. بص بيسحب الكوره ازاي، بعملها في البلاي ستيشن دي اخري.